السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ لسه مكملة معاكم في وصفات الجبنة القريش. النهاردة هنعمل الجبنة القريش بطريقة مختلفة عن كل الطرق اللي فاتت، بدون خل ولا زبادي ومن غير فرن ولا مية سخنة. مكون واحد هنضيفه على اللبن يحولهولك لرايب بعد 12 ساعة، حتى لو في عز الشتاء. شايفين بقى الجمال والجبنة بخيرها، وبجد قشطة طعمها كمان حلو جدا. ملمس الجبنة ناعم مفيهوش أي فراغات، كمان هتديكي أكبر كمية جبنة من أقل كمية لبن. وكمان هقولك عندك حصيرة أو ما عندكيش تقدري تعملي الجبنة القريش. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس بفكرك تعملي لي لايك وشير كتير للفيديو عشان غيرك يستفيد، وكمان اشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وفعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه ازازتين من اللبن. الناس اللي متابعه فيديوهات الجبنه بتاعتي عارفه ان انا بعمل دايما ازازتين من الحليب. الازازتين دول وزنهم 4 كيلو. اللبن ده لسه جايلي، يعني جايلي بعد المغرب بساعه. طبعا انا بجيب اللبن من عند الفلاحين، فدايما اللبن بيجيني بعد المغرب بساعة أو الصبح لو أنا محتاجاه الصبح. تمام، يعني احنا تقريبا كده كنا على الساعة 8 بالليل. أخدت اللبن ما دخلتوش التلاجة ولا حاجة علشان خاطر أنا هشتغل بيه على طول. طب اللبن لو عندي في الفريزر وعايزة أخرجه يفك وأعمله جبنة، هسيب لك ملف كامل لكل الطرق اللي عملنا بيها الجبنة القريش، من اللبن المجمد وكمان من اللبن السايب أو اللبن الفريش. تمام. تعالوا بقى نبدأ نصفي اللبن. أنا أول حاجة بعملها لازم بعدي اللبن على مصفى أو على شاشة، حتى لو أنا جايباه من مكان موثوق منه، بس بحب برضو أعدي اللبن كده على مصفى ضيقة أو على شاشة. أول حاجة أنا هشتغل في حلة للناس اللي ما عندهاش طواجن فخار. سخنت الحلة الأول، ويفضل الحلة تكون ستانلس ونبعد عن الحلل الألمونيوم. سخنتها الأول وبعد كده نزلت فيها ال4 كيلو من الحليب. تعالوا بقى لما ننزل بالمكون اللي بجد مكون سحري. أنا أول مرة استخدمه وبصراحة نتيجته رائعة، أحلى كمان من الزبادي ومن أي حاجة ضفناها على الحليب. دي نص كوباية من الشرش، ده شرش جبنة. بجيبه منين؟ بتجيبيه من عند أي لبان أو من أي سوبر ماركت بتشتري منه الجبنة. هتقولي له عايزة كوباية من الشرش، هتاخديه وهتصفيه وهتبدأي تشتغلي بيه على طول. طيب أنا هنا ضفت نص كوباية على 4 كيلو من الحليب، بمعدل معلقتين لكل كيلو. يعني لو عايزة تعملي 2 كيلو أو 4 كيلو أو أكتر أو أقل، أنا عايرتهم قدامك 8 معالق كبار. يعني لكل كيلو من الحليب هنضيف له معلقتين كبار من شرش الجبنة. تمام. بدأت بقى أدوبه كويس أو بالمضرب اليدوي كده زي ما شفتوا. وهنا بقى هنبدأ ندفي الحلة بتاعتنا كويس جدا. طبعا الجو ساقعة، احنا في الشتاء ولازم ندفي الحليب كويس. جبت فوطة فايبر كده زي ما انت شايفة، وبدأت أحطها بين الغطا وبين الحلة وغطيت عليها كويس. أنا عايزة أدفي الحلة على قد ما أقدر، طبعا احنا في الشتاء والجو ساقعة. جبت بطانية أطفال زي ما انتوا شايفين كده، أو حتى دفاية كبيرة، وهبدأ أطبقها على 4 أرباع، وهنبدأ نحط نصها تحت والنص التاني هنبدأ نغطي بيه الحلة بتاعتنا، وهسيبها على الرخامة لتاني يوم الصبح. ده كده شكل اللبن الرايب بتاعنا تاني يوم. بالظبط كنا الظهر، أنا كنت عاملاه من بالليل، ده كده تاني يوم الظهر. طبعا هتبدأي تهزي كده الحلة تحركيها. لو حسيتي ان اللبن بيتحرك او بيتهز جوه الحلة ولسه طري، هتسيبيه كمان ساعتين او 3. حسيتي ان هو خلاص تماسك كده وبقى بالشكل اللي انت شايفاه ما فيهوش ولا نقطة مية، يبقى كده هتبدأي تشتغلي بيه. طيب انا بحب قوي ادخل الحلة دي على التلاجة مش اقل من 6 ساعات. بحس ان كمية القشطة تماسكت اكتر، كمان اللبن تماسك معايا اكتر، وفي الحالة دي ما بينزلش شرش كتير. لكن للأمانة أنا دخلتها التلاجة ساعة واحدة بس. أنا فعلا كنت تعبانة جدا، كنت محتاجة أخلص الفيديو. قلت لو سبتها في التلاجة هتعب أكتر ومش هقدر أكمل
الجبنة، فأنا دخلتها التلاجة ساعة واحدة بس. تقدري طبعا تسيبيها 6 ساعات أو حتى ليلة كاملة، مفيش أي مشكلة، هتبقى أحلى كمان. طبعا هنا كنا لمينا القشطة ووريتكم وزن القشطة 400 جرام. 400 جرام قشطة من ال4 كيلو لبن. تمام. بصوا بقى، ده كده اللبن الرايب. حابة تستخدمي كلبن رايب يبقى هو ده كده اللبن الرايب، وكمان تقدري تسيبي فيه القشطة. حابة بقى تحوليه لجبنة زي ما هنعمل دلوقتي، عشان الناس اللي بتقولي أنا عايزة أعمل لبن رايب مش جبنة، هو ده كده اللبن الرايب. تقدري تشيلي من على الوش القشطة وتقدري تخليه بالقشطة. تمام. بصوا بقى، أحلى لبن رايب. شايفين الخصر بتاعته عاملة ازاي؟ اللهم بارك. مفيهوش ولا نقطة مية، جميل جدا. جبت هنا بقى مصفى. دي الخطوة الأولى اللي هنعملها قبل ما انزله في الحصيرة. زي ما قلت لكم أنا فعلا كنت محتاجة أخلص الفيديو بتاع الجبنة ده في أقرب وقت. هنا جبت مصفى، حطيت فيها شاشة أو طرحة. دي طرحة قديمة عندي طبعا مغسولة كويس، ولازم ان انتي تبليها كده وتعصريها قبل ما تنزلي فيها الرايب. بفرد بقى الشاشة في المصفى بالشكل ده، وطبعا حاطة تحتها طبق، وهنبدأ نلم عليها الشاشة بالشكل اللي انت شايفاه. حسيت ان المصفى غطسانة كده جوه الطبق، فجبت الكوب اللي هو الكوب المعياري ده او اي حاجة موجودة عندك، وهبدأ بس ارفع به المصفى. تمام، علشان اضمن ان الشرش يتصفى معايا كويس. هتبقى معايا بالشكل ده. سبتها قد ايه؟ سبتها 6 ساعات تقريبا، من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 5 المغرب. تمام، بالظبط 6 ساعات كانت معايا بالشكل الجميل ده. ده كده الشرش. هقول لكم طبعا هنعمل بيه ايه. الشرش ده مش بيترمي. تقدري كمان كل مرة تعملي فيها جبنة تاخدي مقدار كوباية كده في كيس وتحطيها في الفريزر، تعملي بيها الجبنة بعد كده. تمام. تعالوا بقى هنا، جبت الحصيرة بتاعتي وهبدأ بقى أبصم الجبنة علشان خاطر أحولها لرول وياخد شكل الجبنة القريش اللي احنا متعودين عليه. طبعا هي هنا كانت متصفية من كل الشرش، علشان كده انا حاطه تحتها صينيه كده. انا عارفه ان يعني هتنزل بس كام نقطه بس كده مش اكتر. تمام. هنا بقى كنت بصمتها واخدت شكل الرول المظبوط. كمان ببدأ كده بمعلقه او بالسباتيولا، وهنبدأ نساوي اطراف الرول كويس علشان خاطر منهدرش منها. تمام، بقت معايا بالشكل ده. عايزه اقولك كمان ان دايما سيبي في الجبنه روح، يعني ما تخليهاش تبقى ناشفه قوي لدرجه ان هي تبقى مفروله ومخرمه. لازم الجبنه يكون فيها روح كده، ما تكونش متعصره من الشرش. تمام. تعالوا بقى لما نبدأ ننزلها كده على الميزانة ونوزن ال4 كيلو من الحليب طلعولنا قد ايه من الجبنة. وطبعا لو ما عندكيش حصيرة، هسيبلك ملف كامل في صندوق الوصف وكمان في شاشة النهاية، هتشوفي فيه كل الطرق اللي عملنا فيها الجبنة على القناة، بحصيرة ومن غير حصيرة. كمان ازاي بنحول القشطة لزبدة، وازاي بنسيح الزبدة ونطلع منها سمن بلدي ومرتة. هتلاقوا فيه كمان طريقة عمل المش وطريقة حفظ الجبنة في الشرش لأطول وقت. كل ده هيكون موجود في الملف اللي هسيبهولك في صندوق الوصف وكمان في شاشة النهاية لو بتكملي معايا الفيديو للآخر. تعالوا بقى هنا نرجع للجبنة القمر بتاعتنا، وشوفوا بقى الجبنة وجمالها. بجد طعمها طعامه ما حصلتش. جبنة تحفة. جبنة بقى تحسوها كده جبنة بخيرها، ناعمة جدا، المسام بتاعتها مقفولة ما فيهاش أي فراغات. طبعا الجبنة اللي بتكون فيها ثقوب كده أو خروم بمعنى أصح بتكون مفرولة، وكمان بيكون فيها مزازة كده في الأكل. ده بقى بيرجع لحاجتين: يا إما سبتيها وقت طويل قوي في الحصيرة، ممكن كمان تكوني سبتها وقت طويل قوي يعني أكتر من يومين أو 3 على الرخامة أو في فرن البوتاجاز لحد الرايب ما شرش في مكانه والجبنة طلعت على الوش، بتبقى عاملة زي الاسفنج كده بالظبط. تعالوا بقى هنا نشوف الوزن بتاع الجبنة بتاعتنا. طبعا بوزن الطبق الأول وبعد كده بصفر الميزان علشان أمحي الوزن بتاع الطبق قبل ما أحط الجبنة. اللهم بارك، طلعوا كيلو و400 جرام زي ما شفتوا بالظبط. كيلو و400 جرام من الجبنة من ال4 كيلو حليب، وعندي كمان 400 جرام من القشطة. طبعا القشطة أنا هجمعها في الفريزر لحد ما يبقى عندي 2 كيلو أو 3 كيلو، وبعد كده هسيحها وأحولها لسمن بلدي.
وعندي كمان الشرش، طبعا الشرش انا مش برميه، الشرش بغليه وبحفظ فيه الجبنة، بتقعد عندي على رف التلاجة من 15 يوم ل20 يوم، بجد بتبقى احلى واطعم جبنة قريش. تعالوا بقى دلوقتي هبدأ ارش كده عليها معلقة من الملح، وهسيبها بقى تشرش في الطبق كده على رف التلاجة لتاني يوم قبل ما انزلها في الشرش. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير الكتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.